السلام عليكم. اليوم تاريخ 23/1/2025. الموجز العملياتي نبدأه من شمال دارفور مدينة الفاشر بعد انتهاء المهلة المحددة. أشاوس قوات الدعم السريع يشنون هجوما شاملا على فلول ومرتزقة الحركات المسلحة بداخل الفرقة السادسة ومحيطها. أشاوس قوات الدعم السريع يتقدمون بثبات وسط تقدم إعلامي شديد وحذر، وهناك أنباء عن استسلام عدد كبير من حركات الارتزاق المسلح وجيش الفلول وهلاك أعداد كبيرة منهم فيما تقترب قوات الدعم السريع من محيط الفرقة. أقول لك الفاشل اليوم بتاع 23 إيه الفرقة اليوم ما فيها ده صور الفرقة، ده صور الفرقة الآن صور الفرقة. الله أكبر الله أكبر. أبو الداي واحد ما في، إن شاء الله ترقبونا في الساعات القادمة إن شاء الله. إلا في الفرقة أقول ذاك أبو الداي واقع تروح ده واقع. قوات الدعم السريع تستهدف بالمدفعية تجمعات لجيش الفلول في داخل مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وكذلك قصفا آخر استهدف تجمعات لجيش الفلول في قاعدة وادي سيدنا بشمال أم درمان وتوقيع خسائر كبيرة بين جيش الفلول. أما أشاوس شمال كردفان يسقطون عدد 14 مسيرة في محيط منطقة ود عشانة لمتحرك الصياد. لا شروق ليا كوي تجيبوا مسيرات تجيبوا زنو انا والله قاعدين عمركم بس 14 مسيرة 14 مسيرة جديدة. أبشر يا جاوس جديدة بس تعالوا نساعدنا من ضروري نقولوا النقا المسيرات دي ما بتنفع. تعالوا النقا دي بس هنا مسيرات كلها ترمينا. الله أكبر. هنا ده أشاوس كردفان مقوابة خط أحمر مقوابة خط أحمر والله لا بنخاف من الطيران ولا من أي حاجة. الله أكبر ما بنخاف من أي حاجة. أشاوس كدادة بشمال دارفور يسيطرون على عدد 3 آلية عسكرية من جيش الفلول بقيادة القائد جمعة محمد إبراهيم. دعكم ده شايفيننا دعكم ده والله أقول ده والله تلاقي كذا أبشر والله أبشر يا جنابه أبشر والله أبشر والله أبشر يا جنابه جمعة أبشر والله أبشر السلام حي والله أبشر أبو والله دي دوشكا هاي والله تسلم يا شباب أقول ده والله أوي ده المتحرك بتاع مكدادة يا أبشر هذا. السلطات الأمنية بولاية نهر النيل تقوم بإزالة معسكر للنازحين بمدينة عبرة، والنازحين يناشدون المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. ده حي الوحدة في مدينة عبرة للنازحين كسروهم كلهم، ما عارفين هسه هم يمشوا وين يتجهوا وين. ناس حقوق الإنسان يشوفوا المواضيع ده لأنه دل يعني إنسانية بقى ما في، يعني دول بيتفاهم مع دول لا بيجي بس بلودر بكسروك بدون ما توقف تكون قاعد تفرتق ركبتك بيقعدوا بكسروا فيك، يعني ما بدوك فرصة حتى انك شنو تفرتق ركبتك. الحطب اللي انت خسرته والخشب اللي جبته والمشمعات اللي جبته انك تفرتقها يكون محفوظ سليم كده بس بكسروك بس. حي الوحدة جنوب حي الوحدة يعني مساحة كده تابعة لجامعة وادي النيل، لكن ده كلهم ناس نازحين بعدين بالرواكيب وشرقانية ومهم حاجات بسيطة عشان يعيشوا، لكن حتى ما الشيء ده يمشي وين كده. ناس حقوق الإنسان يشوفوا الحاجة دي. أنا دي حاجة صراحة مؤسفة ومؤلمة. خاصة الأطفال ده اللي يمشوا وين كده يتغيروا معي، ده الأطفال صغار ما عارفين أي حاجة في الحياة دي. قوات الدعم السريع تدفع بالمزيد من المتحركات من الصحراء الكبرى إلى مواجهة القتال بشمال السودان وشمال دارفور والجيلي وبحري والجزيرة وغيرها. يا سلام عليك يا أخي، هذه الدنيا هذه الصحراء، نحن قادمون نعم إلى تحرير أراضينا ووطننا الحبيب. الله أكبر الله أكبر. أبشر الله. الله أكبر يا بيبة. بس ربنا ينصركم إن شاء الله. منصورون بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أسلموا يا قوات يا بتنهرس والله. نم جازت خلاص.